أقولك على حاجة، اه اللي ما يعرفش يكفي الست مشاعر ما يتجوزش. الست تيجي تتكلم فتحكي لك كل حاجة عملها الراجل ما عدا اللي هي بعد اللي هي عملته. عملته. فالست بتحكي من الجزء اللي تكسب منه تعاطف الآخرين. العلاقة اللي من النوع ده علاقة فقدت الاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة فاطمة عنتر، ازيك؟ أهلا بيك يا دكتور. منورة ومشرفة. ده نورك، تسلم. سعيد بوجودك معنا النهاردة. أنا أسعد أكيد. أنا عارف إن حضرتك بتتعاملي مع نساء وسيدات وبنات كتير. وتعالي نخش في الموضوع على طول. الست عايزة إيه من الراجل؟ عايزة تكون في أولوياته، تحس باهتمامه. أكتر حاجة ممكن تحبها الست إنها تحس إنها رقم واحد في حياته، حتى لو عنده شغل وأهل وعيلة وعنده اجتماعيات وعنده منصب أو مكانة اجتماعية كبيرة، لكن أنا موجودة. بتحس بيا، حاسس أنا قد إيه محتاجة إيه، ممكن يكون صحتي أخبارها إيه، دراستي، الأولاد عاملين معايا إيه في البيت. لازم أكون أنا في أولوياتك. الست عايزة إنها تكون في أولويات الراجل. بس في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده ووسط ضغوطات الحياة والمشاغل والمسؤوليات الكتير، الراجل ما عندوش رفاهية كاملة ان هو يدي الست اللي هي عايزاه. وبعدين هي ايه حدود الست في المشاعر؟ يعني حرفيا الرجالة بتكون محتارة. الضغوطات اللي بنمر بيها احنا كرجالة ما بيكونش عندنا رفاهية الوقت ان احنا نكفي الست مشاعر. أقولك على حاجة، آه. اللي ما يعرفش يكفي الست مشاعر ما يتجوزش. أهم حاجة إن الست تكفيها إحساسها. زي بالظبط ما بقول للست اللي مش هتعرف تتجوز صح تتجوزش. وكلام ولا فعل؟ فعل وكلام. الكلام حلو بيريح، لكن الفعل أوقع، بيأثر في النفس. طب هل ممكن الست تعتبر ان مجهود الراجل وكفاحه في الدنيا وفي الحياة، هل تعتبروا ان ده الراجل يقولك انا بعمل كده علشان مين؟ ما هو علشانك. بيجي من بره مهدود وتعبان ومتعكنن عليه. طب خليني اسألك سؤال تاني. الراجل عايز ايه من الست؟ احترام وتقدير، وإنها تشوف الحاجة اللي هو بيعملها. طيب بما انك بتتعاملي مع سيدات ونساء كتير، شايفة ان المشاكل اللي بتحصل في البيوت سببها الراجل ولا الست؟ الاتنين لما يكونوا مش عارفين دورهم صح. وايه دور الست في حياة الراجل؟ سكن، زي ما ربنا قال لنا لتسكنوا إليها. لو الست مش هتعرف تكون سكن ما تتجوزش. ويعني ايه سكن؟ يعني يرتاح معاها. أكتر كلمة بتعبر عن السكن هي الراحة. ما هي برضو كلمة فضفاضة. بيعرف يرتاح، بيعرف يتكلم، لا ينتقد، بيعرف يعبر عن نفسه، بيعرف يكون حقيقي. الراجل طول النهار بره في شغله ممكن يتعرض لحاجات كتير بتأذيه، لكن أول ما يرجع البيت عايز يكون على طبيعته. ما يتكلفش في طريقة كلامه، ولا يتكلف في قعدته، ولا لبسه، ولا طريقة تعاملاته مع الناس. عايز يبقى حقيقي. فهنا بنقول إنه ارتاح. سؤال مهم وبيشغل بيوت كتير. هل الخيانة خيانة الراجل لمراته تستحق الطلاق؟ يعني لو جات واحدة ست تقول لك أنا جوزي خني، وأنا دلوقتي مش بتكلم مع دكتورة فاطمة المعروفة أو المشهورة أو اللي بتقابل ستات كتير، أنا بتكلم مع الست فاطمة اللي لو جالها حد بيستغيث بيها ويقول لها أنا جوزي خني، ممكن تنصحيها تقولي لها إيه؟ أقول لك على حاجة، آه. أي مشكلة لو الطرف التاني معرفش يسامح فيها، مش بس الخيانة، هنا أقوله ما تكملش. لكن مهما كانت المشكلة كبيرة، لو هيقدر يتخطاها ممكن يكمل. مش بس الخيانة، الخيانة زيها زي أي مشكلة، ممكن تكون كبيرة، ولكن حسب الطرف التاني وقدرته على التحمل والاستيعاب. مش هيعمل نفسه وتخطى، لا، لو تخطى يبقى تخطى. لازم يعرف ازاي يتعافى من الموضوع، مش يعمل نفسه تعافى ويبدأ بعد شوية يعاير ويلوم ويمن انه كمل. لو هتكملي كملي من غير كلام،
ممكن الجرح نتناساه شوية، لكن لو هتكملي كملي من غير لوم ومن غير تقطيم كل شوية. فالخيانة زيها زي أي مشكلة، لو الطرف التاني ما قدرش إنه يستوعبها ما يكملش. واحدة ست جات لك دلوقتي وقالت لك أنا جوزي خني، دكتورة فاطمة تصرف إزاي؟ ولا أي حاجة. أنا دايما بقول الخيانة عندك طريق من اتنين، يا تقدري تواجهي يا تسكتي. لو واجهتي وعرفتيه إنك عارفة، في الحالة دي لازم تاخدي موقف وتبدأي تتكلمي وتشوفي آخرة الدنيا إيه. وهنا حسب الطرف التاني هيعمل معاكي إيه. انتي عارفاه ومذاكراه، هو ظروفه إيه، دماغه إيه. هيبلطج ويقولك أنا كده وإن كان عاجبك، ولا هيبدأ ينكسر ويضعف قدامك، وفي الحالة دي هيبقى هو جواه اتعرى قدامك. ففي الحالتين صعب جدا. ولو ما واجهتيش وبدأتي تاخدي إجراءات تانية من نوع آخر، وده الأسلم والأكثر حكمة، ده اللي دايما بنصح بيه الستات، بس برضو اللي تقدر تتحمل وتقدر تعمل كل ده. الراجل أول ما بيعرف إن مراته عرفت، غالبا أغلب الرجالة بتنكر، تقول أنا ما عملتش وما حصلش. الست لما بتضغط عليه بزيادة بيبتدي يبجح ويقول لها عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلاص خبطي دماغك في الحيط. تاني تصرف الست غالبا بتعمله إن هي بتتصل بأهلها وأهله والمجتمع والناس، وتعالوا شوفوا جوزي الخاين عمل إيه. التصرف ده إيه رأيك فيه؟ أكتر غلطة أو أكبر غلطة ممكن تعملها الست إنها تفضح اللي ربنا ستره. حتى لو كنتي مش ناوية تكملي ما تحكيش، أنا مش ناوية أكمل، مش عاجبني الوضع، استوري. من حقك تعترضي ومن حقك تاخدي خطوة لورا، لكن ما تفضحيش حد ربنا ستره. اخرجي وانتي باحترامك وكرامتك. وعلشان كمان الولاد بعد شوية لما يعرفوا ان ابوهم كان خاين او عمل الغلطة الكبيرة دي، ممكن انتي تسامحي، لكن هما ابوهم هيصغر في نظرهم. فكرامة ليكي وللأولاد ما تحكيش حتى لأقرب الأقربين. والقرار ده انتي اللي تاخديه لوحدك، انتي اللي تاخدي لوحدك القرار أكمل ولا لأ. مش محتاجة تاخدي رأي حد تاني. اقعدي قاعدة مع نفسك انتي كلها صراحة وصدق، أنا هقدر أكمل وأتجاوز وأتعافى وأعيش مع الأولاد ولا لأ. لكن فضيحة لأ. سايبك كنت تايهة ومحتاجة حد يرشدها للطريق الصح، وغالبا لما بتاخد رأي والدتها أو رأي ناس صحبتها غالبا اللي بيحصل طبطبة زيادة، فبيحسسوها بالمظلومية أكتر، فبتاخد قرارات عشوائية وغالبا بتندم عليها بعد كده. آه أنا كان ليا حلقة بتكلم فيها عن موضوع الخيانة وإزاي تحتوي البيت وتحتوي الموقف، وزي ما حضرتك قلتي بدون فضايح وبدون صوت عالي وبدون نكد، ولازم تتوقعي رد فعل الراجل، لأن زي ما قلت لحضرتك أول حاجة الراجل بينكر. فالحكمة هنا حكمة الست مطلوبة، بس بقى مين الست اللي تقدر تحتوي الموقف بهدوء؟ عندنا مشكلة مع السيدات، هي إدارة المشاعر. السيدات مشاعرها فياضة جدا، محتاجة حاجة شبه السد العالي كده توقف المشاعر دي وتخرج منها اللي احنا محتاجينه في الوقت المناسب. ودي مشكلة السيدات، أول ما يحصل حاجة تبدأ المشاعر الجارفة تجري بسرعة وتندفع. وهنا الست اللي بتبقى مدربة نفسها إن عندها إدارة جيدة لمشاعرها الكويسة والوحشة بالمناسبة، بتقدر تتعامل، بتفكر بحكمة. ونلاقي زي ما حضرتك قلت هي بتبقى تايهة وعايزة تسمع كلام حد، فبتبدأ تلجأ لصاحبتها شوية، لوالدتها شوية. ربنا قال لنا إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. ما قالناش أي حد، ما قالناش دخلوا في المشكلة الأم أو الأب. القرآن وصفه بالحكم، إنسان عنده حكمة ويقدر يوزن الأمور ويعرف إمتى يقول إيه، ويعرف يكون هو صوت العقل وقت ما المشاعر تغلب الطرفين. فالحكم ده مش شرط أبدا يكون أقرب الأقربين، مش لازم يبقى الأم ولا يبقى الأب. تشوف مين الحكم، ولو مش موجود نلجأ لمتخصص عنده نفس الصفات يوازن الأمور بيننا احنا الاتنين. دكتور عايز خطوات واضحة، 1 2 3 4. في البداية تواجه ولا ما تواجهش؟ ما تواجهش. ولو اضطرت بعد مرات كتير ممكن تواجه. تقول ايه؟ أهم حاجة
تكون هي مستعدة للمواجهة. الاستعداد ده نفسي قبل الجسدي. نفسي هي بتكون مدربة نفسها كويس وعارفة هتعمل ايه، وتكون مذاكرة الطرف التاني من خلال شخصيته، هو هيعترض ويبجح ويقول أنا كده وإن كان عاجبك، ولا هينكسر ويضعف وممكن جدا يعتذر، بس في المرات اللي جاية ياخد حذره أكتر. دكتورة فاطمة، أنا عايز خطوات واضحة. الست اللي جوزها خانها تتصرف إزاي؟ 1 2 3 4. رقم 1. أول حاجة تقعد مع نفسها قعدة طويلة. أنا متضايقة ليه؟ أنا زعلانة من إيه؟ ولو واجهته هواجهه ليه؟ ولو سكت عندي استعداد أتحمل ده ولا لأ؟ دي أول حاجة، تستعد نفسيا هي ناوية تعمل إيه. طب شايفة إن الست لازم تواجه نفسها وأنا كنت مقصرة ولا لأ؟ طبعا، وإن كان إن التقصير مش سبب إن الطرف الآخر يغلط، لكن برضو لازم تسأل نفسها الأسئلة دي: أنا قصرت ولا لأ؟ مفيش مبرر للخيانة، مفيش مبرر للغلط، لكن برضو ممكن أكون عندي نسبة، ممكن لو أنا تداركت الموقف يرجع ويعتذر ويحس فعلا ما الست هي بتتغير والحياة بتمشي، هو أنا ليه بعمل كده؟ عشان كده بس الست اللي تقدر تعمل ده، اللي عندها زي ما قلنا من شوية إدارة كويسة لمشاعرها، إنها تقدر تتحكم من غير ما تلوم ولا تبكت، لأن أحيانا الراجل ممكن فعلا يرجع عن اللي بيعمله، بس بيرجع يشتكي من إن هي ما سامحتش، ما هي قالت لي أنا سامحت، لكن التبكيت والتقطيم واللوم والمعايرة بتخلي الحياة بعد شوية تستحيل بعد ما قلنا احنا تخطينا. يعني رقم 1 تهدى وتواجه نفسها وتهيئ نفسها لفكرة لحظة المواجهة. رقم 2 تسأل نفسها سؤال: م. أنا عندي استعداد أكمل في العلاقة دي ولا لأ؟ لأن ممكن جدا هي تيجي تواجهه فيقول لها أنا كده وإن كان عاجبك. هل هيبقى عندها الإجابة للموضوع ده؟ هل هيبقى عندها القدرة على التحمل وإنها تكمل العلاقة بعد ما قال لها كده، وبعد ما تعرق قدامها نفسيا وخلاص أنا ما عنديش استعداد أكون غير كده وإن كان عاجبك؟ هتعملي إيه؟ طيب لو قال لك أنا آسف، أنتي أصلا عايزة تواجهي لي عشان تسمعي كلمة فيها طبطبة لقلبك المجروح، ولا أنتي عايزة تفهمي الحقيقة أنتي هتواجهي لي؟ طب نفرض فهمتي الحقيقة، برضو تسألي نفسك السؤال ده، تمشي كده مع نفسك ستيبس جوه دماغك. نفرض طلعت فعلا حقيقة وما أنكرش، هسامح ولا لأ؟ هتخطى ولا مش هكمل؟ طب نفرض خدت القرار إني مش هكمل، عندي القدرة إني أكون وحيدة؟ عندي القدرة المادية، عندي القدرة النفسية إني أواجه المجتمع والدنيا لوحدي؟ قبل المواجهة لازم تفكري في مليون حاجة الأول. ورقم 3. رقم 3 تبدأ تعمل الخطوة اللي هي قررتها، واللي أنا شايفة إن في أغلب الأحيان بتبقى حسب درجة الخيانة، وحسب الراجل ده عمل إيه، وحسب شخصيته، هل هو معتاد على الخيانة ولا يمكن مرة وعدت منه أو خطأ بشري زي ما كلنا بنغلط. ففي الحالات المختلفة بيكون في تصرفات مختلفة. الست قعدت قدام جوزها دلوقتي وقررت تواجه، هتقول له ايه؟ هتطبطب، يعني صعب عليها، ولكن أنا دايما بشوف الزوج إنه ابن، وزي ما بقول للزوج اتعامل معاها إنها بنتك وغلطت، الموضوع جاي عليكي، بس أنا عايزاكي تفهمي إنه مش غلط فيكي، إن اللي بيخون ربنا في المقام الأول، وقد تكوني أنتي إنسانة في منتهى الجمال والروعة وأي إنسان يتمناها، لكن هو غلط، لكن المشكلة مش عندك أنتي أصلا. فلو أنتي خرجتي الموضوع براكي ممكن تتعاملي معاه بشكل أكثر حكمة، فلما تيجي تواجهي واجهي بإحسان وهدوء، ده لو أنتي حبيتي تواجهي، ما تاخديهوش عليكي. اول جمله تقولها له ايه مثلا؟ اقول لك كنت بتكلم قبل كده في لقاء وقلت للست زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، ولكن قلت لما تيجي لحظه المواجهه لازم يكون في ضبط نفس، لا صريخ ولا عياط ولا تبكيت ولا صوت عالي، وبتكلم ولازم تكوني متوقعه رد فعل الراجل ان هو هينكر. وقت ما ينكر حضرتك تفضلي قاعده ساكته، سيبيه يقول اللي هو عايزه، وبعدها واجهيه تاني قولي له بس انا متاكده ان انت عملت كذا.
وبعدين قولي له أنا جاي أشتكي لك منك، أنا جاي أتحامى منك فيك، أنت في نظري كبير، والغلطة دي أنا ممكن أعديها بالرغم إنها وجعتني. أنا سهلة أعمل زي أي واحدة ست دلوقتي، أكلم أهلي وأكلم أهلك وألم المجتمع والناس وأقول لهم تعالوا شوفوا جوزي الخاين عمل إيه، بس أنت ما تهونش عليا، وزي ما ربنا سترك أنا كمان هسترك. وبالمناسبة أنت بتغيب 12 ساعة برا البيت، وزي ما الشيطان بيجيلك وارد جدا إن هو يجيلي، بس أنا بنت ناس ومتربية، وهفضل طول الوقت حامية نفسي وحامية بيتك وحامية عيالك. وأنا عايز أقولك حاجة، لو الموضوع ده ما وقفش أو اتكرر يبقى أنت اللي جبت الكلام ده، أو أنت اللي هديت البيت ده. تحب تتعشى إيه؟ لو هو هادي وطيب ومحترم والأمر ده كان بالنسبة له غلطة عابرة، هيقدر جدا الموضوع ده. عارفة أنا مش فارق معايا هو شخصيته عاملة إزاي، أنا اللي بيفرق معايا إن الست تبقى محترمة في كل الأحوال، تبقى محترمة، ويوم ما تمشي ترد الباب بهدوء. الست اللي زي دي الراجل بيفضل يبكي عليها طول عمره، لأن فعلا عملة نادرة الست اللي تتكلم بالهدوء وبالرزانة من غير ما تفضح وتكشف ستر. ست الحقيقة ما تعوضش. أنا عارف إن ده ممكن يكون صعب جدا الست تحتوي الموقف بالشكل ده، ولكن اللي بيفهم وبيتعلم وبيسمع وبيحاول بيوصل لبر الأمان. أكتر حاجة الراجل ممكن يشيلها للست إنها تستره وتستر عليه وما تعيروش بغلطه، لأن هو بيبقى عارف إن هو بيغلط كتير، يخون، تزل منه كلمة، يأثر في البيت. وبالمناسبة تقصير الراجل من الناحية المادية بيوجعه قوي، لما حد من ولاده يطلب منه حاجة وما يقدرش يجيبها، فدي بالنسبة له بتوجعه جدا. فالست اللي تستر كل ده، الراجل الأصيل ما ينسلهاش المواقف دي. صح. هو ليه الراجل أصلا بيخون؟ المعروض كتير. حلو الإجابة دي. لا، هو ليه بيخون؟ يعني هل الستات فعلا زي ما بيقولوا أنا أيد صوابع العشرة شمع؟ جدا. يعني فكرة إن الراجل بيخون، أنت بتخون ليه؟ أو بتعمل كده ليه؟ من غير سبب. ممكن تكون مراته ملكة جمال ومش مقصرة فعلا، وأيدة صوابعها 20 شمع، ومع ذلك يخون. دي بتبقى طبيعة الاكتفاء من الله. بس ممكن واحد يكون متجوز 4 ويخون ويبص بره عادي. طبيعة الراجل؟ لا، طبيعة الإنسان إنه لو ما اكتفاش باللي معاه وفضل يبص بره أكتر من اللي معاه مش هيكتفي. عشان كده ربنا قال لنا ولا تمدن عينيك. الاكتفاء من الله. كانوا يقولوا زمان كده هل امرأة واحدة تكفي؟ ممكن تكفي اللي عايز يكتفي. هو الراجل ممكن يحب أكتر من واحدة؟ طبعا، و20. يعني الراجل يقدر يحب مرة و2 و3 و4 و5 و6 موافق. و7. هيبدل بقى، هيشيل واحدة ويحط التانية. الكلام ده في الشرع. احنا بنتكلم في الشرع اللي ربنا حلله انه لا يجوز انه يتزوج اكتر من 4. لكن القلب يسعى ايه؟ دي قصة تاني. فقلب الراجل يسيع ايه؟ كتير. وقلب الست يسعى كتير لو هي سمحت او لو هو فتح الباب. الانسان بطبيعته ممكن يحب كتير، بس عنده الاستعداد ولا لا؟ مكتفي ولا لا؟ وبعدين خلينا نشوف معنى كلمة حب اللي نقصدها اصلا، اللي هي اللهفة والشوق والإحساس اللي هو فظيع في البدايات كلها في العلاقات. ده ممكن يحصل مع أكتر من حد. ليه المجتمع بيغفر خيانة الراجل ومش بيغفر خيانة الست؟ دي طبيعة الدنيا، دي طبيعة الحال. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النوع ده من العلاقات بدأ بالست. ربنا سبحانه وتعالى قال والزانية والزاني فاجلدوا، في حين إن آيات السرقة ربنا بدأ بالرجل والسارق والسارقة، السارق والسارقة. اشمعنى؟ لأن السرقة عمل بدني ومحتاج جرأة،
فرب ممكن الست تسرق زي الراجل، لكن الأجرأ الرجل. أما في العلاقات اللي من النوع ده ربنا يبدأ بالست. ليه؟ لأنها الأقدر على هذا الأمر، هي اللي ممكن تبدأ بحاجات زي كده. فممكن الست أو الراجل يحصل منهم ده، ممكن. ليه المجتمع ما بيغفرش؟ بطبيعة الحال، لأن يعني المرأة في الزواج ما ينفعش تتجوز أكتر من واحد، لأن بيها هي اللي بتحفظ الأنساب وبتحفظ الأعراف وتحفظ خلينا نقول الحياة المحترمة الراقية. فعشان كده الموضوع منها بيكون أصعب بكتير. بيقولوا ان الراجل لما بيتعلق او لما يحب او يقرب من واحدة فهو بيكون نزوة او حابب شكلها اكتر من اي حاجة او عايز غرض معين منها. ولكن الست لما بتخون بمشاعرها، بتحب بجد. لذلك خيانة الست لا تغتفر، والراجل اللي بيشوف مراته تخونه وهو متأكد ان هي مش بتحبه، مشاعرها راحت مع حد تاني. ده حقيقي. اللي قلتيه دلوقتي بينسف فكرة ان كل الرجالة خاينة، الستات بيقولوها بالمناسبة. كل الرجالة خاينة؟ لا، مش كل الرجالة خاينة طبعا. في رجال محترمين جدا وبيبقى مكتفي جدا ببيته ومراته، وحتى لو مراته الناس كلها شايفاها مش أجمل حاجة، لكن في عينه هو أحسن حد. بالعكس، في رجالة كتيرة جدا مكتفية بزوجة واحدة، وممكن الزوجة دي تموت وهو ما يتجوزش بعدها. في جملة كده كنت بقولها في لقاء لبعض السيدات، وبعدين أثارت جدل كبير، هقولها لك. كنت بقول تبقى ست مش فاهمة دنيا اللي تتخيل ان جوزها يعيش معاها 10 20 30 40 سنة بدون ما يقع مرتين 3 في النص. تثير جدل فعلا. انا كنت اقصد منها ان انا بعمل كفر للست علشان ما تتصدمش، لان الدنيا متقلبة، حتى العلاقة بيننا وبين ربنا بتزيد وبتقل، فعلاقتك بجوزك هتزيد وهتقل. والحقيقة اللي احنا ما بنحبش نقولها ان احيانا الست بتكون مقصرة. هتقولي مفيش مبرر للخيانة، هقولك في اسباب. كل جرم وكل مشكلة بيكون لها سبب، ولا ايه؟ لا، هو صح، ولكن لا، لو معترضة قولي. لا، معترضة. قولي. ممكن تكون الست مقصرة 50%، لكن ممكن تكون الست هي ست الستات. ممكن الناس حاجة. بتشوفها بره هانم، حلو، وهو برضو يخون. طيب هي القصة شكل ولا لسان؟ ممكن تكون بتعمل كل حاجة، وانا شفت ده بعناية كتير. الزوجة فعلا ست الستات، زي ما بنقول كده ست كمل شكلا وموضوعا. ولكن احيانا بيبقى الدوافع للخيانة اصلا انه عايز يثبت رجولته، عايز يثبت ذاته، عايز يثبت انه اقوى منها. في دوافع نفسية كتيرة جدا للخيانة، مش سببها الست. الطرف التاني، ولو سببها الست بتكون سببها يعني ايه الاسباب؟ يعني تقصير. في ايه؟ ممكن تكون مقصرة، مهملة، مش بتعفه بطريقته. يعني اصل الزواج مبني على العفة، بكل واحد بطريقته، يعني كل واحد بطريقته. في رجل عفته في الكلام، عايز واحدة تقعد تتكلم معاه وتسمعه. واحد عفته بشكل تاني، واحد عفته بشكل تالت. وظيفتها ان هي تكون عارفة ومذاكرة زوجها ازاي تعفه، فتمشي في التراك الصحيح وتتعامل معاه بناء على اللي يكفيه ويسد احتياجه. فهنا بيكون التقصير. علشان كده لما الراجل بيخون ممكن نيجي نتكلم معاه نقول لها انت قصرتي، تقولك والله مستحيل، ده انا فظيعة، ده انا. انت فظيعة وبتعملي اللي عليكي في الجانب اللي انت شايفاه. هل سألتيه في مرة انت ايه الجانب اللي يريحك؟ كان في فيلم مرة الزوجة بتقول له هات لي ورد يا ابراهيم، الزوج بيجيب كل حاجة ما عدا الورد. هي لغة الحب بتاعتها ورد. فلازم كل واحد مننا، الزوج والزوجة، يكفي الآخر بطريقته. فقد تكون هي شايفة نفسها مش مقصرة لأنها بتدي بطريقتها اللي هي أصلا مش بتاعته خالص. هو غالبا أصلا الست أحيانا بعض السيدات بيتخيلوا إن هي أيدة صابعها 10 شمع علشان بتطبخ وبتكنس وبتمسح وبتذاكر للولاد. فأنا كنت بقول اسألي نفسك، هو أنا زوجة ولا خدامة ولا مربية؟ الراجل عايز الكوكتيل ده، عايز الموضوع ده كله، ولكن لازم تكوني زوجة في المقام الأول، بتطبخي وبتمسحي وبتغسلي وبتذاكري العيال والكلام الحلو، ما أمه كانت بتعمل كده. ده حقيقي. لكن هو عايز واحدة ست. فأحيانا بنلاقي ست مسترجلة، عايزة هي اللي تسوق البيت،
أحيانا بنشوف ست مهملة، وأحيانا بنشوف ست لسانها طويل. أنا عندي جملة ممكن تزعل، أقول قول. فكرة إن مفيش راجل يضرب واحدة ست. أنا شايف من وجهة نظري إن هي مش جملة عادلة، وأشعر إن هي خربت بيوت كتير، وادت تصريح كامل لطرف إن نعمل اللي أنت عايزه، والطرف التاني ما ينفعش يصور ولا ينطق ولا يتكلم. اديك قلتها، يثور، ينطق، يتكلم، لكن ما يضربش. حلو. طيب ايه رأيك انت في المصطلح اصلا؟ صح؟ غلط طبعا. المصطلح مفيش راجل يضرب واحدة ست. لا ده صح. طب مش حاسة انه ناقص جملة؟ لا مش ناقص، خليني لان ده هدي سيدنا النبي اللي حلو. علمنا. حلو. انا عندي تكملة للجملة، وانا شايف ان الجملة دي ناقصة. انا بالنسبة لي ان يتقطع ايد الراجل اللي يمد ايده على واحدة ست، ولكن لابد ان الست تحترم الراجل. طبعا. بنشوف الجملة ناقصة. يعني ست واقفة قدام الراجل وتقول له انت مش راجل، فسكت. في خناقة تانية قالت له انت مش راجل، فسكت. التالتة احنا عايزين بقى انسان آلي، عايزين حد بنشغله بريموت كنترول، فلازم الست تعرف ان في حدود. لو الاحترام ما كانش سيد الموقف، فما تجيش تقول لي مين غلطان ومين مش غلطان. المحترم محترم. احنا هنا بنحكم ببعض الامور. م. اولا، هل الرجل ده ضراب ولا لا؟ يعني تجي لي واحده تقول لي انا زوجي ضربني الحقيني، لازم اسالها الاول كذا سؤال. اولا، الرجل ده كثير الضرب، يعني هو طول الوقت ماسك العصايه وكل ما تكلميه كلمه يضرب، ولا دي مره فلتت منه خلال 10-15 سنه متجوزين؟ في فرق. اللي حصلت منه مرة فلتة اهي غلطة زي غلطات كتير بنتقبل ونتحمل بعض منها، ومش هقول لها هنا أنا عارفة إنها غلط، أنا عارفة إن الموضوع صعب، ولكن لما تكون مرة وعدت، وقت ثوران دماغ ووقت حاجة أيا كان، ده الطلاق وقت الإغلاق الفقهاء اتكلموا فيه، ما بالنا بقى إن غلطة زي دي، فهي غلطة زي أي غلطة. لكن الرجل الضراب، سيدنا النبي نهى واحدة من الصحابيات تتجوز واحد لأنه ضراب، لأنه كثير الضرب. فالراجل اللي بيضرب كتير غير الراجل اللي يغلط مرة ونعديها له. طب حضرتك قلتي لي ان هتسألي البنت هو بيضرب كتير ولا دي أول مرة؟ بالظبط. فقالت لك أول مرة. ايه الدوافع؟ حلو الكلام، أحب أنا الكلام ده. ايه الدوافع؟ حصل عملتي ايه إيه؟ وصلوا للمرحلة دي؟ أنا بقى بواجه مشكلة أحيانا، الست تيجي تتكلم فتحكي لك كل حاجة عملها الراجل ما عدا اللي هي ما عدا اللي هي عملته. عملته. فالست بتحكي من الجزء اللي تكسب منه تعاطف الآخرين، فتيجي تقول لك أنا جوزي ضربني، أنا جوزي عمل، جوزي سوى. طب ليه؟ تفسحني بقى، توديني البحر. أحيانا بقعد أتكلم مع حد مثلا تلت ساعة، وبعدين أيوة أنا عايز أعرف حضرتك قلت له صباح الخير، راح ماسك القلة ودشدش على دماغك فمش منطقي. فتفضل تقول لي أيوة ولما أزنقها في الكلام ألاقي إن في يوم هي عملت حاجة كبيرة جدا. دي واحدة ست قالت لي أنا قابلت جوزي في الشارع لما عرفت إن عمل مشكلة معينة، فمسكته ضربته قدام الناس، لدرجة إن البوليس الناس حجزوا والبوليس جه حجز، وخدونا إحنا الاتنين على الاسم وطلقني، فأنا عايز أرجع له. أعمل إيه؟ عارفة قالت لي الكلام ده بعد قد إيه؟ بعد مثلا تلت ساعة نقاش. أنا عايز أمسك الموضوع ومش عارف. ده بيحصل فعلا، لأن هي بتبقى عايزة تكسب تعاطف الناس اللي حواليها. علشان كده لما القرآن قال لنا حكما، يبقى حد حكيم هيعرف ياخد الكلام من الاتنين ويحكم بناء عليه. فعشان مسألة الضرب نحسمها، الضرب غير مقبول وليس له مبرر. وحتى لما بيجي لي زوج وزوجة بقول له كل حاجة وقفت عند ضربك ليها. أخطأت خطأ كبير جدا، انت مش رد فعل، انت لازم يكون عندك اوبشن تعمل ايه لو حد استفزك الاستفزاز ده. هل لو مديرك استفزك في الشغل تمسكه تضربه ويبقى ليك مبرر؟ اكيد لا. طيب حضرتك وجهتي كلام للراجل دلوقتي وقلت له ان ده ما يصحش وما ينفعش تعمل، اتكلمتي معاه يعني، بتقولي للست ايه؟ لازم الست في الحالة دي تطبطب عليها بشكل كبير. اولا هي مهما كان خطأها، كل حاجة بتقف عند الضرب. خليني اكون صريحة معاك، كل حاجة بتقف. اصله ضربني، اول ما يتقال ضربني
كل حاجه بتقف. طيب خلاص عمل غلطه لا تغتفر، نيجي هي بقى نتكلم معاها. الغلطه اللي لا تغتفر دي معلش هتقدري تغفريها له، ونبدا نتكلم معاها عن الدوافع اللي وصلته. لان لو كانت دي اول مره الراجل ده يعمل ده، وان الراجل ده مش بطبيعته، ده هو هادي ومحترم بس المره دي فلتت منه شويه، وممكن يكون اثناء الكلام معاه قال لي انا جاي من الشغل مضغوط واستفزتني وانا ما مسكتش اعصابي، ومعترف بالخطأ اللي عمله وعنده استعداد يعتذر ويصلح، ربنا سبحانه وتعالى الا من تاب واصلح. طيب يتوب احنا ويصلح. حلو، احنا طبطبنا على الست صح كده؟ طبطبنا وعرفنا المشكله فين، لان هو قال الدوافع بتاعته برضه، فنبدا عند الدوافع وندرسها مع بعض. طيب دكتورة، انا ساعات رجالة بيجوا يقولوا لي ان مراتي قالت لي يا ابن كذا، فمديت ايدي عليها، فقلنا له انت غلطان ما تمدش ايدك. ازاي طبطب على الست؟ اقول لك على حاجه، العلاقه اللي من النوع ده علاقه فقدت الاحترام، ده اللي بتكلم فيه. محتاجه اعاده نظر. العلاقه من اولها. الست اللي تشتم زوجها وتطول لسانها عليه، انت محتاج اعاده نظر في انك تكمل معاها. ممكن يكون الكلام ده صادم، لكن احنا بعد شويه بنشوف مشاكل في المحاكم. زوج قتل مراته في لحظه غضب، مسك حاجه قدامه وراح حادفها بيها، اصلها قالت لي يا ابن كذا، اصلها قالت لي انت مش راجل، اصلها. طب انت اتحملت ده ازاي؟ هي كانت طول الوقت كده، بس انا ما ينفعش اقول اني بتضرب ولا بتشتم ولا بتشتمني باهلي. طب كملتوا ليه مع بعض؟ طب كملتوا ليه بالشكل ده؟ حاجه من الاتنين، يا نصلح العلاقه عند حد مختص يقعد معانا، او زي ما لسه بنقول حكما من اهليه، يا نصلح العلاقه يا نقفلها. ليه؟ علشان نحترم نفسينا. الراجل اللي يقول لمراته يضرب وهي تشتم، العلاقة دي محتاجة إعادة نظر. حلو، يبقى احنا ما اختلفناش، زي ما قلنا ان الاحترام في العلاقة سيد الموقف. ما صحيح. تمدش ايدك واوعى تطولي لسانك. بالظبط. بس كده. دكتورة فاطمة، شرفتينا ونورتينا. شكرا. كنت سعيد ان انت موجودة معانا. أنا أسعد. مع السلامة. مع السلامة.